عمرك فكرت إنك ممكن تعيش حياتك كلها وإنت فاكر إنك عايش؟ طب لو الحقيقة اللي حواليك مش زي ما إنت شايفها، يعني لو كل اللي حواليك مش حقيقي، يمكن ساعتها الجهل بالحقيقة هو أريح من معرفتها. أنا سامر، صحفي في جريدة صغيرة. المهمة كانت بسيطة، تقرير عن تطور الريف المصري، يعني شوية صور وشوية كلام محفوظ عن الطرق الجديدة والزراعة الحديثة. بس صراحة أنا كنت شايفها فرصة أهرب يومين من دوشة القاهرة، أتنفس شوية هوا نظيف وأشوف الناس الطيبين بتوع الريف اللي لسه الدنيا ما غيرتهمش. الليل كان داخل بدري، الطريق ضلمة والضباب مال المكان، مفيش عربية رايحة ولا جاية ولا كلب بيهوهو حتى. فضلت ساكت، ما شغلتش الراديو، مستمتع بالصمت اللي بدأ يخوفني بعد شوية. يا نهار أبيض، هو إيه اللي حصل؟ نزلت من العربية وأنا شايف الضباب كأنه ستارة. العربية خبطت في شجرة صغيرة بس الماتور سكت. جربت أشغلها ولا حياة لمن تنادي. رفعت عيني حواليا، الطريق فاضي، ولا لمبة ولا بيت ولا أي آثر لحياة. جميل، يعني هبات في العربية النهاردة. فضلت أمشي على رجلي يمكن ألاقي حد، وكنت خلاص هرجع لما شفت ضوء خافت بعيد. قربت منه شوية بشوية لحد ما وضحت يافطة معدنية قديمة مكتوب عليها لوكاندة السعد، استراحة للمسافرين. اليافطة بتتهز من الريح وبتصدر صوت مزعج كأنها بتئن. وقفت قدام الباب الكبير ومديت ايدي وفتحته بهدوء. لقيت راجل واقف ورا الكاونتر مبتسم ابتسامة غريبة وقال: أهلا وسهلا يا أستاذ سامر، كنا مستنينك. مستنيني؟ حضرتك تعرفني منين؟ أكيد يا أستاذ، كل اللي بيجوا هنا إحنا بنستناهم. قطك جاهزة من البدري، رقم 7. ما كنتش فاهم هو بيقصد إيه، بس حسيت إن في حاجة مش مريحة. الطرق كانت طويلة، الإضاءة ضعيفة والسكون تقيل كأنه حي. دخلت الأوضة، سرير، مراية متشققة وترابيزة صغيرة. بس وأنا بقفل الباب حسيت كأن في حد ورايا. لفيت بسرعة، مفيش غير المراية، بس المراية كان فيها انعكاس لحاجة واقفة جنبي وهي أصلاً مش موجودة. قلت يمكن التعب أو يمكن الخيال، بس من اللحظة دي كنت حاسس إن الليلة دي مش هتعدي عادي. المفروض هنا كنت أسيب المكان وارجع أنام في عربيتي للصبح، بس قلت يمكن أكتب لي كلمتين عن الفندق ده. حطيت الشنطة على السرير، كنت ناوي أغير هدومي ونام. بس مين؟ حضرتك النزيل الجديد؟ فتحت الباب بشويش، لقيت بنت صغيرة واقفة، عندها يمكن 10 سنين، لابسة فستان أبيض بسيط، شعرها مربوط بشرايط قديمة، وبتبصلي من غير ما ترمش. أيوة يا حبيبتي، أنا وصلت لسه دلوقتي. انتي اسمك إيه؟ ليلى. هو حضرتك ناوي تفضل معانا كتير؟ معاكم؟ يعني أنا بس ليلة واحدة إن شاء الله. كل الناس بتقول كده. قفلت الباب ووقفت في مكاني شوية، الكلمة فضلت تلف في دماغي، كل الناس بتقول كده. قعدت على السرير، المراتب كانت ناعمة قوي، بس أول ما اتحركت حسيت كأنها بتتنفس تحتية. إيه ده؟ فتحت النور بسرعة، مفيش حاجة، السرير ساكت كأنه بيستهزأ بيا. قررت أخرج شوية، يمكن أشرب شاي أو أتكلم مع حد في الريسبشن. نزلت تحت، الجو كان نفس الجو، نفس الإضاءة، كأن الزمن واقف. عم أشرف كان واقف ورا الكاونتر بنفس الابتسامة، وراه ساعة حيطان عقاربها واقفة على نفس الرقم من أول ما دخلت، 2:33. الساعة بايظة ولا إيه؟ بقالها واقفة من امبارح، يمكن هي بتقف لما حد يوصل وبتكمل لما يمشي.
نكتة لطيفة. الشاي يا أستاذ، تحب بسكر ولا من غير؟ عادي يا هاجر، شوية سكر شكرا. رفعت راسي ليها، أول مرة أبص في وشها بوضوح. ملامحها كانت هادية زيادة عن اللزوم، وعينيها باين عليهم سواد مش طبيعي، كأنها صاحية من نوم متواصل. وقبل ما تمشي قالت لي وهي مش بتبص ناحيتي: لو سمعت حد بينادي عليك بالليل ما تردش. الكلمة دي خلت قلبي يقع. يعني إيه ما ردش؟ مين المفروض يناديني أصلا؟ الناس هنا بيتكلموا كأنهم حافظين سيناريو مشترك، كأن كل واحد فيهم عارف أنا هقول إيه قبل ما أقوله. بصيت على الساعة، كانت لسه واقفة على نفس الرقم 2:33. شربت آخر رشفة شاي، بصيت حواليا، اللوكاندا شبه فاضية. عم أشرف قاعد ورا الكاونتر، وهاجر الخدامة بتمسح الأرض ببطء. قمت وقلت له أنا طالع أنام، عايز أصحى بدري. بصلي وابتسامته ما اتحركتش. قال لي غرفتي مفتوحة يا أستاذ سامر، لو احتجت أي حاجة. طلعت السلم، وصلت الأوضة، فتحت الباب، لقيت النور مولع والسرير متوضب، وفي الكومودينو طبق صغير فيه قطعة كيك وورقة مكتوب فيها بخط غريب: نام بدري، الصبح هنا بيجي بسرعة. ضحكت، قلت أكيد هاجر هي اللي عملت كده. قعدت على السرير وبدأت أسمع أصوات تحت، بس الكلام مش مفهوم، حروف مقطعة، كأن في ناس بتحكي حلم. الهوا سخن فجأة، حسيت بإيديا بتعرق. قمت أفتح الشباك، بس لما بصيت ما كانش فيه طريق ولا شجر، كان فيه ضباب وضوء بعيد بيلف زي نار ضعيفة. فجأة سمعت الصوت من الممر: الصغيرة. نايم. اتجمدت مكاني، مشيت ببطء ناحية الباب وبصيت من فتحة المفتاح. مفيش حد، لكن على الأرض كان في لعبة صغيرة، عروسة متسخة وعلى وشها نفس الخط الغريب اللي كان في الورقة: نام بدري. رجعت لورا، النور قطع وصوت نفس بيقرب من ودني، كأن حد واقف جنبي بيهمس: اللي يجي هنا ما بيخرجش. جريت ناحية الباب، فتحت، بس اللوكاندا كانت متغيرة. الممر بقى أطول، والحيطان فيها صور ناس كلهم بيبصوا عليا، وصورتهم الأخيرة كانت صورتي أنا. صحيت على صوت العصافير والدنيا منورة، الشمس داخلة من الشباك والجو كان هادي لدرجة تخوف. قعدت على السرير وبصيت حواليا، كل حاجة طبيعية، العروسة مش موجودة ولا الورقة ولا الكيك. ضحكت بخفة وقلت تمام، كله كابوس أكيد. نزلت تحت، عم أشرف كان واقف ورا الكاونتر كالعادة، بنفس الابتسامة بنفس الهدوء. قلت له صباح الخير يا عم أشرف. أنا نمت كويس الحمد لله، بس عربيتي عطلت فوق الطريق، ممكن تدلني على حد يصلحها؟ رد عليا بصوت هادي جدا: أكيد يا أستاذ، اسأل في البلد هتلاقي اللي يساعدك. قلت له تمام، هعدي على أول ورشة أشوفها. المكان كان غريب، الناس بتبصلي وكأنهم أول مرة يشوفوا بشر، كل وش في الشارع بيتحول أول ما عدي، نظرة سريعة بعدها وشوش بتلف بعيد كأنهم بيتهربوا. قربت من راجل قاعد على كراسي قصاد دكانة، قلت له صباح الخير يا عم، تعرف ميكانيكي هنا قريب؟ وش الراجل اتغير فورا، نزل عينه في الأرض وسحب الكرسي وراه من غير ما يرد. قلت له عمي بس ثانية أسألك، ما ردش. قام ومشي. كملت ماشي، لقيت ست واقفة قدام بقالة صغيرة، قلت لها لو سمحتي في ميكانيكي قريب من هنا؟ قالت وهي لسه بتبتسم طبعا يا أستاذ، عند عم إبراهيم على أول الشارع، هو بيصلح كل العربيات اللي سكتت فجأة، عينيها لمعت خوف. سألتها اللي إيه؟ قالت بسرعة وهي بتتراجع ولا حاجة، روح امشي دلوقتي، امشي. فضلت واقف مكاني مش فاهم،
هو أنا قلت حاجة غلط؟ أنا بدأت أشك في البلد والفندق ده ملبوس ولا هم ملبوسين ولا فيه إيه؟ أنا أروح للراجل أصلح عربيتي وأمشي. فضلت أمشي لحد ما وصلت ورشة قديمة، اليافطة باهتة مكتوب عليها عم إبراهيم ميكانيكا سيارات. دخلت لقيت راجل كبير لابس جلابية. قلت له: صباح الخير يا عم إبراهيم، أنا عربيتي خبطت فوق عند اللوكاندا، ممكن تيجي تشوفها بكرة؟ بصلي وضحك ضحكة خفيفة وقال: طبعا يا أستاذ، بس قولي نمت في اللوكاندا دي؟ قلت له: أيوة، ليه؟ قال وهو بيكمل شغله: وعلى حاجة، بس محدش بيبات هناك دلوقتي، هات وصفي مكانها بالظبط وأنا أروح أشوف العربية الصبح. اديته الوصف وشكرته ومشيت. بس وأنا ماشي لاحظت حاجة، كل الناس اللي حواليا كانوا واقفين ساكتين بيبصولي كأني أنا الغريب أو دخيل. رجعت اللوكاندا قبل المغرب، الشمس كانت نازلة والدنيا لونها رمادي كئيب. عم أشرف استقبلني بابتسامته المعتادة. رجعت بدري، ما ردتش عليه. طلعت على الأوضة بسرعة. أول ما دخلت لقيت البنت الصغيرة واقفة قدام الشباك، نفسها هادي، شعرها مبلول، ولابسة فستان أبيض قديم. قلت بخضة: انتي ازاي دخلتي هنا؟ بصت لي بعينين سودا عميقة وقالت: أنا هنا دايما. قربت منها خطوة، قالت وهي بتبص لتحت: أنا كنت بلعب في البيت، ماما راحت السوق وبابا كان نايم، الحرامي دخل وأنا استخبيت تحت السرير، بس هو شافني وضربني بالسكين. صوتها كان هادي بس مليان وجع. أنا اتجمدت مكاني، اتنفست بصعوبة وقلت: وبعدين؟ قالت: صحيت هنا في اللوكاندا، قالولي إن كل اللي مش عارفين بييجوا هنا شوية لحد ما يعرفوا. قلت لها: مش عارفين إيه؟ عينيها دمعت بس جسمها بدأ يترعش. قالت بخوف: هو جاي، أنا لازم أمشي. وطلعت تجري ما لقيتهاش ولا لقيت حد خالص تحت. فضلت الليل كله صاحي، أصوات بتتحرك في الممرات، الحيطان بتتنفس، وفي المراية كنت بشوف ظلال ناس واقفين ورايا، ناس كتير. شفت كل قرايبي الميتين في المراية وهم بيقولولي: وحشتنا أخيرا جيت. الليل خلص بالعافية. أول ما طلع النهار قلت لازم أروح أشوف عم إبراهيم. نزلت بس عم أشرف مش موجود، ولا هاجر ولا أي حد. اللوكاندا كانت فاضية تماما. خرجت للقرية، وصلت ورشة عم إبراهيم بس الراجل مش هناك. واحد من الناس قال لي: ده تعبان في البيت، عنده دور جامد. رحت بيته، الناس متجمعة حواليه وصوت صريخ جاي من جوه. دخلت لقيت عم إبراهيم مرمي على السرير، عرقه مغرقه ووشه مرعوب كأنه شاف جحيم. أول ما شافني صرخ: ابعدوه عني، ابعدوه عني. الناس حاولت تمسكه وهو بيشاور بإيديه المرتعشة وبيصرخ: أنا شفته بعيني، ده مش حي، ده ميت، ده ميت من امبارح. خرجت من بيت عم إبراهيم وأنا تايه. الناس كلها كانت بتبصلي بخوف كأني أنا سبب اللي بيحصل. فضلت أمشي لحد ما شفت الراجل اللي كان قال لي إن عم إبراهيم تعبان. كان قاعد قدام دكان صغير بيشرب شاي وبيبصلي بنص عين. قربت منه وسألته: هو أنت عرفت منين إن عم إبراهيم تعبان؟ وتعبان بإيه أصلا؟ رفع نظره عليا وقال بهدوء غريب: هو شاف حاجة ما تتشافش يا بيه. قلت له: يعني إيه؟ قال وهو بينفخ في كوباية الشاي: أكيد شاف حد من اللي في اللوكاندا. قلبي وقع. قلت بسرعة: اللوكاندا؟ تقصد إيه؟ ابتسم ابتسامة باهتة وقال: يا بيه، دي مش أول مرة تحصل. اللوكاندا دي ما بتظهرش لحد كده وخلاص، بتطلع بس للي لازم يشوفها. بص حواليه كأنه خايف من حاجة وقال بصوت واطي: بيقولوا إن اللوكاندا دي بيت الأموات. أي حد يموت قريب من هنا روحه ما بترتاحش على طول، بتروح اللوكاندا تقعد فيها يومين 3 يعيشوا كأنهم لسه عايشين، ياكلوا ويشربوا ويضحكوا لحد ما يعرفوا الحقيقة. ساعتها اللوكاندا بتختفي وبيختفوا معاها. سكت شوية وبصلي في عيني وقال: ويمكن عم إبراهيم شاف حد منهم، فاللهم احفظنا
دي نظرة موت يا بيه. افتكرت البنت الصغيرة وهي بتقول صحيت هنا بعد ما موت، ووش عم أشرف اللي ما بيتغيرش. الناس في الشارع شكلهم مش طبيعي، كلهم ماشيين ببطء، عيونهم فاضية كأنهم تماثيل. ساعتها حسيت إني لازم أرجع اللوكاندا، أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. رجعت اللوكاندا، بس شكلها ما كانش زي ما سبتها. الإضاءة خافتة والهوا ريحته شبه حريق قديم. كل حاجة كانت باهتة، كأنها صورة اتحرقت نصها. دخلت جوه ولقيتهم كلهم واقفين. عم أشرف قاعد ووشه مزرق وفي حبل ملفوف حوالين رقبته، بس بيضحك نفس الضحكة الباردة اللي أول ما شفته فيها. قال لي بهدوء: الحمد لله على السلامة يا سامر، رجعت بدري. هاجر كانت ورا الكاونتر، وشها شاحب وجرح كبير في رقبتها، بس بتقول لي بصوت ثابت: هتشرب شاي يا أستاذ. البنت الصغيرة كانت في آخر الممر، سكينة صغيرة مغروسة في ظهرها، وبتضحك وهي بتقول لي: كنت بلعب بس اللعبة خلصت. جريت على السلالم، طلعت غرفتي وأنا بتنهد، قفلت الباب برجلي. قلبي بيدق بسرعة، أنا في كابوس ولا فين بالظبط؟ ساعتها سمعت صوت تنقيط، بصيت تحت رجلي، في دم بينزل على الأرض. مديت إيدي على وشي، كانت مبلولة بالدم، بس مش دمهم، ده دمي أنا. رحت أبص في المراية، وشي كان باهت، جلدي متقطع، وفي شظايا زجاج مغروسة في رقبتي وكتفي. المراية كانت بتوريني الحقيقة اللي كنت بهرب منها. خبط حد على الباب، صوتهم كلهم في وقت واحد: رايح فين يا سامر؟ ما تخافش مننا، احنا زيك وانت زينا. صوتي كان بيترعش وانا بقول انا ميت، بصوتها الهادي: ايوه يا سامر، بس ما تخافش. يمكن اللي حصل كان مجرد حلم، ويمكن أكون فعلا مت، بس اللي متأكد منه إن لوكندة السعد موجودة. تم العثور على الرسالة دي في العربية جنب جثة الصحفي سامر عبد الحميد بعد ما خبط في شجرة على طريق السعدية. لو القصة دي عجبتك قول لنا رأيك في الكومنت، بس قبل ما تكتب بص حواليك الأول، يمكن تكون اللوكاندا لسه هناك مستنياك. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان الجاية يمكن تكون من ملفات لوكندة السعد. سلام.